يعني وانت امسك البخاري واقراه، بس خلي عقلك في راسك. لازم هتقف، لازم هتقف، لازم تتوقف. لا يمكن عقلك يقبل بأي حال ان النبي يقعد في مجلس والشياطين موجودة فيه، ولما يجي عمر الشياطين تنصرف. لا يمكن عقلك يقبل هذا، لأن عمر هذا اللي بيقولوا الشياطين تنصرف منه في كتاب اللباس من صحيح البخاري. يرجعوا يا أهل السنة، ارجعوا للحديث ده الليلة دي تقرأوه. أهدي لرسول الله حلة حمراء فحملها بيده وقال هذه يلبسها من لا خلاق له عند الله، ثم أرسلها إلى عمر بالنص في البخاري. الله أكبر. طب عارية كاملة هي. فجاء عمر في اليوم التالي يحملها ويبكي ويقول يا رسول الله قلت ما قلت ثم أرسلتها إلي؟ فقال إما أن تلبسها وإما أن تهديها. ما توجعش راسي، روح يا تلبسها يا تديها لأي حد وخلاص.